عايزه اعرف بقى تجربتك من تياترو مصر للمسلسلات الجديده اللي عاملها في رمضان، كلمني عنها. تياترو مصر بقت مسرح مصر دلوقتي، اتغير الاسم وكده. هي اتغيرت ليه؟ عشان كان في خير مشاكل مع استاذ اشرف تقريبا والمنتج وبعدوا عن بعض، يعني ما اعرفش ايه اللي حصل. بس يعني ده حصل بسبب الخلافات ما بين المنتج وما بين اشرف عبد الباقي. بس فبقى مسرح مصر. بس المؤلف زي ما هو والمخرج زي ما هو. كل الناس زي ما هي. طيب ايه تجربتك بقى من او الافكار بتاعت مسرح مصر، هي نفس تياترو مصر؟ لا اكيد الافكار مختلفه، دايما المسرحيات بتبقى مختلفه، يعني كل مسرحيه بتبقى مختلفه عن اللي قبلها، وان شاء الله برضو يطلعوا حلوين برضو ويبسطوا الناس. ان شاء الله. طب تجاربك بقى في المسلسلات الجديده بتاعت رمضان، كلمني عنها شويه. انا اتبسطت جدا ان انا مثلت في الثلاث مسلسلات دول. واخد البطوله مع دنيا سمير غانم. في مولانا عاشق برضو مع استاذ مصطفى شعبان برضو بطولة برضو، مع دنيا سمير غانم بطولة برضو، وفي استاذ ورئيس قسم برضو مع استاذ عادل امام. انا اتبسطت ان انا مثلت في الثلاث مسلسلات دول عشان انا اتعلمت من الناس دي. دي ناس كبيرة وقديمة جدا وبقالهم يعني خبرة، قصدي قديمة يعني مش قديمة، خبرة يعني. فانا اتعلمت منهم يعني، وبعدين دول من الاساطير يعني اللي هم يعني الزعيم عادل امام، اسطورة سمير غانم. ناوي تعمل حاجات جديده؟ اه ان شاء الله، طول ما احنا ربنا كرمنا يعني ومدينا الصحة هنعمل حاجات جديدة.